كاينه واحد الحاجه، الا بقات فيك غادي تبقاي ديما حاسه براسك واقفه في بلاصتك. والمشكل ان بزاف ديال البنات ما كتبان لهمش اصلا. كتشوفي الناس كيتبدلوا، كتشوفي البنات ولاو زوينات مرتاحات مع راسهم ثايقات في راسهم، وكتقولي علاش انا لا؟ علاش انا كنحاول وما كيتبدل والو؟ علاش انا ديما كنحس براسي عيانه وما عنديش الجهد اللي ندير شي حاجه؟ ومرات كاع كتفقدي الرغبه في انك تبدعي. ولكن الحاجه اللي خاصك تعرفيها، المشكل راه ماشي كبير كيف ما كيبان ليك، غير كاين شويه ديال العادات اللي داخلين في حياتك بلا ما تحسي، وهما اللي كيرجعوك اللور في كل مره. وفي هذا الفيديو غادي نهضر معاك من قلبي على 3 ديال الحوايج الا بقاو فيك غادي يبقاو حتى النتائج ديالك كيف ما هما. وإلا فهمتيهم مزيان وعيتي بهم غادي تبداي تشوفي الفرق شويه بشويه عليك. فإلا حسيتي براسك باغيه تبدلي وباغيه تفهمي راسك اكثر، كملي معايا هذا الفيديو. اول حاجه اللي خاصك تسمعيها مزيان، ماشي المشكل انك ما زويناش، بالعكس كاين بزاف ديال البنات اللي كنشوفهم زوينات ما شاء الله، كتلقايها كتحمق بالسين ولكن ما كتبانش عليها. فكتلقاي واحد البنت اللي ديما كتبقى تقول لراسها انا ما زويناش، انا ما فياش هادي، علاش انا ما نكونش فحال فلانه؟ ولكن الا جيتي تشوفي حياتها تلقايها ما كتهلاش في راسها، ما عطاش الوقت لراسها، ما كدير حتى شي مجهود صغير على وديت راسها. تلقايها كتنعس معطله، كتفيق معطله، كتاكل من اي حاجه، ما منظماش الاكل ديالها، ما كتلاقيهاش كتشرب الماء بزاف، ما كتحرك، ما كدير سبور، ما كتعطي حتى شويه د الاهتمام لراسها في نهارها. ومن بعد كتجي هاد البنت توقف لك قدام المرايه وكتبدا تحكم على راسها. هنا كتبدا تظلم راسها، حيت كيفاش بغيتي تباني نتي زوينه ولا تحسي براسك مرتاحه وانتي اصلا ما عاطياش لراسك حتى الاساسيات؟ الجمال راه ماشي غير في الشكل ديالك، الجمال حتى هو في كيفاش كتعاملي راسك كل نهار. وحتى دوك البنات اللي كيبانوا لك ديما منورين لابسين مزيان كيتهلاو في راسهم، راه ماشي هادشي جا صدفه، راه كاين واحد لي فور مور هادشي، كاين واحد الوقت اللي عطاتو لراسها، كاين واحد الاهتمام. فهاد البنت حتى ولا كانت عندها امكانيات ولا ما عندهاش امكانيات، عطات واحد القيمه لراسها وعطات واحد الوقت لراسها وعرفات لراسها. انا ما كنقولكش خاصك من غدا تولي بارفيت، غير بداي بشويه عليك، بداي بحاجه وحده، يا اما نعاسك، يا اما الماكله ديالك، يا اما سبور، يا اما شويه ديال الاهتمام لراسك. راه هاد التفاصيل الصغيره اللي كتبداي بيهم راه غادي يبدلوا لك غدا حياتك كلها، وكتبداي تبدلي شويه بشويه بلا ما تحسي. فما تبقايش تقولي انا ما زويناش، سولي راسك واش انا اصلا عاطيه لراسي حقها، حيت غالبا ما الجواب ديال هذا السؤال هو اللي غادي يبدل لك النظره ديالك على راسك. ثاني حاجه واللي بصراحه كتعطل بزاف ديال البنات هي انهم ما كياخذوش راسهم بجديه. مثلا كتلقايها كتقول من غدا غادي نتبدل، من نهار اثنين غادي نبدا، غادي نولي نتهلا في راسي اكثر، غادي نوقف هاد العاده، غادي نولي نتحرك اكثر، غادي نرد البال لصحتي اكثر. ولكن ملي كيوصل داك الوقت اللي حداتو ما كدير والو. والمشكل هادشي ما كيكونش غير مره ولا جوج ولا ثلاثه، المشكل هو انك كتولي كتعاودي ديك الهضره كل مره لراسك بلا حتى شي نتيجه. وهنا فين غتولي تعاني من واحد المشكل خايب بزاف، حيت من كتعودي راسك انك توعديها وما توفيش، كتولي في الداخل ديالك ما كتشوفيش راسك انسانه مهمه. وهذا الشيء كيبدا يدير اثر حتى على الثقه ديالك في نفسك، حيت الانسان ملي كيشوف راسو هو براسو ما كيوفيش لراسو الوعود ديالو، اوتوماتيكمون الثقه ديالو في نفسه كتنقص. يعني انت كتقولي غندير ديك الحاجه ولكن الداخل ديالك عارف باللي غالبا انت ما غديريهاش. ومن هنا كتبدا حتى النظره ديالك لراسك تضعف. وغالبا ما كتلاقي هاد البنات كيكونوا جديين مع الناس كاملين، غير مع راسهم كيجيو حتى لراسهم وما كيوليوش جديات. فإلا وعدتي شي حد كتحاولي ديري المستحيل باش توفي بداك الوعد. الا قلتي لشي وحده غادي نمشي كتمشي، الا كان شي واحد محتاجك تكوني حاضره كتكوني حاضره انت الاولى. ولكن ملي كتدور وكتجي ليك ولا راسك كتولي عادي انك تاجلي، كتولي عادي انك ما ديريش ديك الحاجه، كتولي عادي انك تخالفي داك الوعد. فهنا خاصك توقفي شويه، حيت راسك ما خصوش يكون هو اخر اولوياتك. انت خصك تكوني اهم انسانه في حياتك، ماشي غير ديما الناس الناس الناس. القيمه ديالك راه ما كتبناش في كيفاش كيشوفوك الناس، ولا شحال كيعجبهم الشكل ديالك، ولا شحال الناس كتبغيك. القيمه ديالك الحقيقيه راه كتبان في كيفاش كتعاملي انت راسك. واش كتحترمي الكلمه اللي كتقوليها لراسك؟ واش كتحاولي توفي بالوعود اللي كتعطيهم لراسك؟ واش كتشوفي راسك انسانه كتستاهل الاهتمام، كتستاهل انك تعطيها الوقت؟ حيت الا بغيتي فعلا تبدلي خاصك اولا تبدلي العلاقه ديالك مع راسك. وهذا التغيير ديما كنقول لكم راه التغيير ما كيبداش بالحوايج الكبيره، كيبدا غير بحويجات صغار.
بداي غير بواحد الحاجه صغيره اللي تقدري توفي بها، اللي انت عارفه راسك الا حطيتي هذاك الهدف في داك النهار غتقدري ديريه. فإلا وعدتي راسك انك تفيقي مع 8 فيقي مع 8. الا قلتي غنمشي ندير واحد 20 دقيقه ديال السبور ديريها. الا قلتي غادي نهتم براسي اليوم ديريها. حيت هاد الحوايج اللي كيبانوا لك انت صغار هي اللي كترجع لك الثقه ديالك بينك وبين راسك، وهي اللي كتخليك شويه بشويه تثقي باللي انت قادره تبدلي. حيت راه بصح بزاف ديال البنات كنشوفهم ناقصهم غير انهم ياخذوا راسهم بجديه اكثر. راه فاش كتاخدي راسك بجديه راه حتى الحياه كتبدا تتبدل في عينيك، وكتبداي تحسي باللي انت ما دايراش راسك ديما في المرتبه الاخيره. فإلا كنتي باغا تبدلي ما تسوليش راسك غير شنو خاصني ندير باش نتبدل، لا سولي راسك حتى واش انا اصلا كناخذ راسي بجديه. ثالث حاجه اللي كنشوف بزاف ديال البنات ما كينتبهوا لهاش هي انك كتكوني كتاب مفتوح للناس كاملين. اي واحد كيهضر معاك كتسمعيه، اي واحد كيهضر لك على المشاكل ديالو كتحمليه، اي واحد كيجيب لك شي طاقه خايبه اللي نتيا اصلا مشاكل كفار عندك مخك كتخليها تاثر عليك، ومن بعد كتقولي علاش انا ديما كنحس براسي عيانه. حيت انت عطيتي طاقتك لكل شيء الا لراسك. المحيط ديالنا راه مهم بزاف. فاش كتحيطي راسك بناس سلبيين كيعطوك غير الطاقه السلبيه اوتوماتيكمون كتحسي براسك ديما بلي انت مخنوقه، بلي انت عيانه، ما عندكش جهد ديري حتى شي حاجه في حياتك. ماشي اي حاجه كتعاود لينا خصنا ندخلوها لراسنا، حيت راه فعلا داك المشكل ما كيخصكش نتي. ولا شي حد دار شي تصرف اللي ما عجبكش ما تبقيش النهار كامل انت كتفكري في داك التصرف اللي ما عجبكش، صافي نساي دوزي لحاجه اخرى. حيت راه هادشي كامل كيدير لك واحد الكيمول لداخل ديالك، كتولي حاسه براسك متقله بلا سبب. ولكن في الحقيقه راه كاين واحد السبب اللي انت ما رداش ليه البال، اللي هو الحدود. انت ما عندكش واحد الحدود اللي كديريهم مع الناس. وهذا الشيء ما كيعنيش انك تكوني قاصحه مع الناس، انا ما كنقولكش ولي قاصحه مع الناس وقطعي العلاقات ديالك ولا تبعدي على الناس كاملين، لا غير خاصك تعرفي لما تعطي وقتك واش هذاك الانسان مهم في حياتك اللي غادي تعطي له وقتك وتسمعي له مشاكله، فين خاصك توقفي ما تزيديش. وماشي اي واحد يستاهل يسمع كاع التفاصيل ديال حياتك، فحتى انت ما خصكش تجي وتفرغي مشاكلك على اي واحد. كاين بزاف ديال البنات انا كنلاحظهم من اول جلسه معاك تلقايها عاودت لك قصه حياتها كامله، مشاكلهم، الضغوطات ديالهم، كل شيء. لا البنات، ما تعاودوش مشاكلكم لاي واحد، وما تخليوش اي وحده تعاود لكم مشاكلها. كنسمعوا للناس اللي مهمين في حياتنا وكنعاودوا للناس اللي مهمين في حياتنا. كنرسموا واحد الحدود مع الناس اللي ماشي مهمين في حياتنا. وواحد الحاجه اخرى مهمه بزاف، راه بزاف د المرات راه ما كنتاثروش غير بالناس اللي عندهم واحد لينيرجي نيجاتيف، حتى من الناس اللي ديما كيحاولوا يكريتيكيو شي حاجه فيك، ديما كيحاولوا يهبطوا منك. فهاد الناس ديما كيهبطوا لك الطاقه ديالك، ديما كيستنزفوا طاقتك. فالمساحه ديالك خاص تكون عندها قيمه. الراحه ديالك مهمه، الهدوء ديالك مهم، الطاقه ديالك حتى هي مهمه بزاف. ماشي اي واحد كيستاهل يدخل لحياتك. وحتى ولا كنتي حنينه وسونسيبل وقلبك كبير، هادشي ما كيعنيش انك تعطي بزاف من راسك لاي واحد جا في حياتك. راه حتى الطيبه خص يكون عندها حدود، حتى داك القلب الزوين خصو يعرف فين خصو يحبس. حيت الا ما تعلمتيش تحمي راسك اليوم غتبقاي ديما كتفكري بزاف، غتبقاي ديما كتاثري بالزربه، غتبقاي ديما كتعياي من اقل حاجه درتيها، وغتبقاي ديما كتحسي براسك متقله، وفي الاخير تقولي ما عرفت مالي. فمن هنا لقدام حاولي تبداي تعطي القيمه للمساحه ديالك. ما كنقولكش كوني قاصحه، كنقولك كوني واعيه واحترمي راسك. حيت من غتحمي الحدود ديالك غتحسي براسك اخف، غتحسي براسك مرتاحه اكثر، وماشي اي حاجه كتجي كتهزك ولا كتاثر فيك. وغادي تولي حتى انت قادره تحكمي في الطاقه ديالك، ماشي طاقتك هي اللي كتحكم فيك. وفي الاخير بغيت نقول لك حاجه وحده، التغيير ما كيجيش ما بين نهار وليله، وما كيبداش فاش كتفيقي وتقولي اليوم غنولي وحده اخرى. التغيير راه كيبدا في انك تولي لراسك، تراجعي نفسك، ترجعي تسمعي لراسك، ترجعي تهتمي بنفسك، ترجعي تعطي واحد القيمه اللي كتستاهليها لراسك. حيت الا جيتي تراجعي نفسك غتلقاي راسك ما خاصكش تبدلي بزاف د الحاجات، غير خاصك تحبسي واحد العادات خايبين كنتي كديريهم، وهاد العادات كانوا ديما كيردوا بك اللور. الا بغيتي تبدلي بصح ما تستنايش واحد النهار مثالي، ما تستنايش حتى تحسي براسك واجده 100%. بداي بشويه عليك، حاولي تكوني واقفه مع راسك ماشي ضدها. وإلا وصلتي لهاد النقطه من الفيديو بغيتك تكتبي لي في لي كومونتير شنو اكثر حاجه حسيتي بها انها فيك،
وخاصها تتبدل مع الوقت، حيت بزاف ديال المرات اول خطوه كتكون في التغيير هي انك تعترفي بالحاجه اللي خاصها تتبدل فيك. وإلا عجبك هذا الفيديو ما تنساش تدعميه بلايك وتبارطاجيه على لا وتخليه يوصل لشي بنت اخرى يمكن تكون محتاجه تسمع لهاد الهضره اليوم. ونشوفكم في فيديو جديد من القلب لقلوبكم.